أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة الأخوات الثلاث مع وصفة جديدة ميني تاكوس بالدجاج. كيجي بنين ورائع ومقرمش. كنتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. خليكم مع المقادير. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفة ديال الميني تاكوس، أول حاجة غادي ناخد واحد المقلة، غادي نضيف ليها زيت الزيتون، من بعد غادي نضيف صدر ديال الدجاج اللي كنكون طحنته، اختياري اللي بغى يطحنوا على شكل الكفته، اللي بغى يقطعوا مربعات. غادي نضيف ليه القزبر ومعدنوس، وهنا تقريبا 2 فصوص ديال الثومه. غادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال لاموطارد. وبالنسبه للتوابل هنا عندي الملحه، البزار والكمون والتحميره او البابريكا وشويه من الملون الصناعي، وهنا الهريسه اختياريه اللي بغاها. غادي نخلط المكونات مزيان ونخليهم حتى كيطيبوا، وانا ديما كنخلط. كنبقى مستمره في الخلط حتى كيطيب هذا الدجاج. من بعد غادي ناخد هنا فلفله، عندي فلفله وحده اللي قطعتها على شكل طولي، غادي نضيفها على الدجاج. وغادي نضيف البصله، هنا عندي تقريبا 3 ديال البصلات صغار اللي قطعتهم على شكل طولي، غادي نضيفهم على المكونات. غادي نستمر في الخلط صافي حتى كطيب الحشوه وكتنشف من داك المرقه ديالها. صافي غادي نضيف ليها 3 ديال القطع من فرماج ديال الساندويتشات ونخليهم يذوبوا ونخلطهم جيدا حتى كتنسجم العناصر. صافي غادي نحتفظ بهم على جنب. هنا بعد ما طابت الحشوه غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نديرو فيها، من بعد غادي نضيف ليها بطاطا فريت، تقريبا واحد 2 بطاطا قطعتهم على شكل مربعات وقليتهم، غادي نضيفهم لهاد الحشوه ونخلطهم مزيان حتى كينسجموا مع بعضهم. هنا عندي خبز ديال الطاكوس اللي كنقطعو على هاد الشكل، على شكل دوائر صغار. صافي غادي ناخد الدائره الاولى، غادي نعمرها بالحشوه كما كتشوفوا في الفيديو. غادي نحاول نوزعهم في هاد الطاوه اللي كتدخل الفران. كنستعمل هاد الكاس باش نكالي به باش ما تحلش. صافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد القطع كلها اللي عندي. من بعد غادي ندير ليها الفرماج احمر من الفوق، خليط بين فرماج احمر والفرماج الابيض. صافي كنبقى مستمره حتى كنكمل القطع كلها. من بعد غادي ندخلوهم للفران، نخليهم حتى كيذوب داك الفرماج وكتقرمش، كيجيو مقرمشين. خليكم مع تتمه الفيديو. وهذا هو الشكل اللي بعد ما خرجناهم من الفران، كيجيو مقرمشين وداك الفرماج دايب. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. موعدنا مع فيديو جديد ووصفه جديده، الى اللقاء.